ويا حيلا فيكن. وبما انه بكره عيد الام لازم تكونوا عم بتجهزوا هلق الحلويات لحتى تحتفلوا انتوا وامهاتكم. من شان هيك جبت لكم اكلة حلو كثير طيبة، شكلها بشهي، نكهتها ولا اطيب، مميزة وجديدة، ورح تكون بتجنن عن جد بهيك سهرة. وكل عام وانتوا بألف ألف خير يا أحلى أمهات بالدنيا كلها، ومنقول بسم الله. بدي بالبداية هون 3 أكواب من السميد الحبي الوسط، بضيف عليهم نص كوب من الطحين، ورشة من الملح، ملعقة صغيرة من الفانيليا، وربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. عندي هون تقريبا نص كوب من الفستق المحمص المجروش ناعم كتير. بعدين أضفت عليه شي 3-4 ملاعق من السمسم المحمص، وأضفتهم على المزيج وحركتهم كتير منيح مع بعضهم. عندي هون للدهون تقريبا كوب إلا ربع من الزبدة. طبعا كل ما كانت نوعية الزبدة طيبة كل ما نجحت طلعت نكهة الحلو أطيب. أضفت عليه ربع كوب من الزيت النباتي، يعني صار الدهون عندي كوب كامل. وعملت حفرة بالوسط وأضفتهم على المزيج وبسيتهم كتير منيح. أهم شي هالمرحلة نبس المزيج كتير منيح من 5 ل10 دقائق. بعدين عندي هون للسوائل نص كوب من المي مع نص كوب من ماء الزهر. ماء الزهر بيعطيها نكهة كتير طيبة. هون رح أضيف شوي منهم هيك، شوي مثل ما شفتوا كيف أضفتهم، رشيتهم رش، وبعدين لميتها بروس أصابعي لما بدي أعجن عجن. وراح هوني بهالمرحلة اتركها ترتاح شي ربع ساعة. بعد ما ريحتها شي ربع ساعة رح كمل عجن فيها. كمان طريقة العجن مثل ما شايفين رح تكون لم، ما بدنا نعجنها تعجين، انتبهوا هاي الخطوة كتير مهمة. بعدين لميتها لم. بدي خبركم شغلي انه انا العجينه اخذت معي تقريبا شي كوب ونص من المي، لانه طبعا انواع السميد بتختلف. في عنا سميد بيشرب سوائل كتير، في سميد ما بيشرب سوائل، فهالموضوع بيرجع لحسب نوعيه السميد اللي انتوا عم تستخدموه. طبعا مثل ما شفتوا لميتها لم. اهم شي ما نعجنها عجن. طبعا انتوا رح تحسوا انه هي مش عجينة، بس لا، هي كتير سهلة، الشغل فيها سهل وتشكيلها سهل، بس انتوا المهم تتبعوا الخطوات مثل ما عم خبركم. هيك صارت عندي العجينة جاهزة. راح افردها هيك على السطح مثل ما شايفين، على اي سطح مستوي عندكم. راح تكون سماكتها تقريبا سنتي، طبعا عينكم ميزانكم. فردتها بهالشكل ورجعت قطعتها لحتى سويها، ما بدي رص. انتبهوا بدنا نضغط عليها ضغطة خفيفة لحتى تضل من جوا هيك قوامة، مش مرصوص رص، من شان تشرب القطر. بعدين قطعتها مثل ما شايفين بهالطريقة، وزينتها هيك، شكلتها بأي غطا عندكم تقدروا تشكلوها بهالطريقة هاي الحلوة. مثل ما خبرتكم أهم شي ما ترصوها لحتى تضل من الداخل هيك مكرنشي كرنشي. كثير سهل الشغل فيها وممتع. بعدين بس خلصت تشكيل الكمية كاملة دخلتها على البراد. كل ما حطيتوها بالبراد فترة أطول كل ما نجحت معكم أكثر. أنا تقريبا ريحتها شي 3 ساعات. تقدروا أنتوا تعملوها من اليوم بالليل وبكرة تقلوها. كل ما ارتاحت مثل ما خبرتكم بالبراد كل ما أعطتنا نتيجة أفضل. بعدين عندي هون زيت غزير محمى كثير منيح. بس إني بلش أقلي القطع رح وطي النار على الوسط، أقل من الوسط بشوي لحتى تستوي، ما تحترق عندي من برا وتكون من جوا معجنة. هيك بتستوي من برا ومن جوا. بعدين عندي هون القطر، طبعا القطر بارد. القطر ما بده يكون لا هو سميك ولا خفيف، بده يكون وسط. بعدين بننزل حبات ما بعرف شو اسمها بصراحة بالقطر، وبنسقيها بالقطر كثير منيح. خلوها فترة كثير طويلة بالقطر. كل ما خلتوها بالقطر كل ما أعطيتنا نتيجة أحلى. شوفوا ما شاء الله المنظر لحاله بشهي، مزيج بين البقلاوة والهريسي والمعكرونة، عن جد بتشهي القلب. ناعمة كثير، طرية كثير كثير طيبة. بتمنى تكون عجبتكم، وبتمنى ما تنسوا تدعموني ودعموني كثير، عايدوني على عيد الأم. بشوفكن بفيديو جديد، وكل عام وانتم بألف خير يا رب، وباي باي.